الاهلي دلوقتي بيدور على بديل كولر، وبالفعل في اسماء كتير جدا على ترابيزة الاهلي، ولكن من بين كل الاسماء دي فاربعة هم الابرز والاهم: رينيه فايلر وجوزيه جوميز وكارلوس كيروش والالماني ماركو روزا. في الحلقة دي بقى هقولك احنا هنقدم لك ايه. 1. امتى وقت رحيل كولر وتعيين المدرب الجديد. 2. مقارنة بين كل المدربين من حيث كل حاجة تقريبا. 3. مين الافضل فيهم في الوقت الحالي لتدريب النادي الاهلي. واخيرا الاخبار الحصرية عن احمد سيد زيزو وانتقاله للاهلي وكوتيسا وعبد المنعم وتدعيمات الاهلي الجامدة جدا في كاس العالم للاندية. جمهور الاهلي زعلان وانا اولهم، والكلام على كولر بقى كتير قوي. في اللي بيقول انه خلص كوره وخلاص، طلع كل اللي عنده وما عنديش جديد يقدمه للنادي الاهلي، والراي ده غالبا صح. وفي راي تاني بيقول ان كولر اصلا كان مبطل كوره وكان قاعد في البيت وكان بقاله تقريبا سنه ونص ما بيدربش. وده بقى احب اقول له اركن انت شويه على جنب واهدى كده واشرب ليمون بالنعناع وهدي اعصابك. وفي بقى طبعا اللي بيهاجم وخلاص، وده بقى احنا مالناش دعوه بيه. المهم في الموضوع ان الجمهور والاداره الاثنين اتفقوا على رحيل كولر. بالنسبه للجمهور فهو عايز يمشيه دلوقتي حالا، خصوصا بعد الاداء السيء جدا اللي بيقدمه مع الاهلي. اما الاداره بقى منشقه لشقين. الشق الاول بيقول لك استنى عليه لحد مباراه العوده بتاعه الهلال ولحد ماتش بيراميدز وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اما الشق الثاني بيقول لك لا، استنى عليه خالص لحد بعد كاس العالم للانديه. ولكن يا عزيزي اللي انت ما تعرفوش بقى ان كولر ذات نفسه طلب من اداره الاهلي اكتر من مره قبل كده انه يمشي، ولكن الاداره هي اللي متمسكه بيه. تعالوا بقى دلوقتي نتعرف على اهم 4 مدربين مرشحين لخلافه كولر. اولا رينيه فايلر. في البدايه كده تعالوا نعرف مين هو رينيه فايلر. الاسم رينيه فايلر، الجنسيه سويسري، تاريخ الميلاد 13 سبتمبر 1973، العمر 52 سنه. بطولات وانجازات فايلر خلال مسيرته التدريبيه: اولا مع اندرلخت الدوري البلجيكي عام 2016-17 والسوبر البلجيكي، ووصوله ساعتها لربع نهائي الدوري الاوروبي، وده كان انجاز ملوش مثيل. اما بقى مع النادي الاهلي فحقق الدوري المصري وكاس السوبر المصري، وتاهل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن ساب الفريق ومشي. مع كاشيما الياباني حتى الان ما حققش اي بطوله. اجمالي عدد البطولات طول مسيرته 3 بطولات. اما بقى ابرز انجازاته فهي قياده اندرلخت للتتويج بالدوري والتاهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا ووصول الفريق لربع نهائي الدوري الاوروبي. بما انه بقى درب الاهلي فتعالوا نعرف ارقامه مع الاهلي في موسم 2019-2020. مع الاهلي لعب 44 مباراه، فاز في 32 وخسر 2 فقط، وتعادل في 10 مباريات. الاهداف اللي سجلها 85 هدف، والاهداف المستقبله 22 هدف. اما بقى عن طريقه لعبه واسلوب فايلر فهو التكتيك المفضل ليه 4-2-3-1، بيلعب على الضغط العالي والاستحواذ والسرعه في التحولات الهجوميه، وعنده مرونه تكتيكيه عاليه جدا جدا جدا، وفي معظم خططه بيعتمد على الاطراف. اما بقى عيوبه فهي ضعفه امام الفرق اللي بتدافع، زي ما بيقولوا كده الفرق اللي بتركن الاتوبيس، وبعض المشاكل في التعامل مع الاداره. الخلاصه بقى ان رينيه فايلر فعلا مدرب قوي تكتيكيا وليه تجربه قبل كده مع الاهلي، وجماهير الاهلي بتعشقه. صاحب شخصيه قويه وليه قرارات حاسمه جدا، ولكن عنده مشاكل مع الاداره. اما بقى بالنسبه لافريقيا فهو عنده تجربه وعنده خبره، ولو قارنته بالمدربين التانيين فهو افضل. اما بقى عن المرشح الثاني فهو كارلوس كيروش. هيا بنا لنتعرف من هو كارلوس كيروش. الاسم كارلوس مانويل بريتو ليال كيروش، الجنسيه برتغالي، تاريخ الميلاد 1 مارس 1953، العمر 72 سنه. لم يلعب كره القدم الاحترافيه. ابرز الفرق والمنتخبات اللي دربها سبورتنج لشبونه وريال مدريد ومنتخب البرتغال، منتخب ايران، منتخب كولومبيا، ومنتخب مصر، واخيرا منتخب قطر. اما بقى عن بطولات وانجازات كيروش خلال مسيرته التدريبيه فاولا مع منتخب البرتغال للشباب كاس العالم للشباب مرتين 1989 و1991، واخرج جيل قوي جدا 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 زي فيجو وروي كوستا وناس كتير. اما بقى مع سبورتنج لشبونه فهو حقق كاس البرتغال عام 1995، ومع ريال مدريد السوبر الاسباني. اما بقى مع منتخب ايران فتأهل لكاس العالم 3 مرات متتاليه 2014 و2018 و2022، ومع منتخب مصر وصيف كاس افريقيا 2021. اما بقى عن ارقامه مع منتخب مصر فهو لعب 20 مباراه، فاز 10 وخسر 4 وتعادل 6. الاهداف المسجله 23 هدف، والاهداف المستقبله 10 اهداف. طريقه لعبه واسلوب كروش: التكتيك المفضل ليه 4-3-3
او 4-2-3-1. ابرز ملامح اسلوبه بقى فهو تنظيم دفاعي قوي جدا جدا، وبيعتمد على الهجمات المرتده والتحفظ في الهجوم وعدم المغامره، وبيعتمد على اللياقه البدنيه العاليه جدا والانضباط التكتيكي، واهم ما بيميزه ان هو بيعرف يصنع نجوم، بيجيب اللعيب من لا شيء يخليه كل حاجه في الفريق. وطبعا اهم ما قدمه لينا كيروش هو عمر مرموش ومحمد عبد المنعم. اما بقى عن عيوبه فهو بيميل للدفاع الى حد ما، وعنيد جدا في اختياره للاعبين والتكتيك بتاعه، وكمان بيعتمد على التحفظ بدل من الهجوم. الخلاصه يا صديقي ان هو مدرب شخصيه وعنده خبره عالميه كبيره جدا، قوي تكتيكيا ومنظم دفاعيا، وبيجيد التعامل مع المباريات الصعبه والضغوط. بس مشكلته ان هو شويه ما بيميلش للكره الهجوميه، وعنيد قوي قوي قوي. المرشح الثالث بقى هو جوزيه جوميز، المدرب السابق لنادي الزمالك. تعالوا بقى نعرف مين هو جوزيه جوميز. الاسم جوزيه مانويل جوميز، الجنسيه برتغالي، تاريخ الميلاد 28 ابريل 1970، العمر 55 سنة، وما لعبش كرة قبل كده ولم يكن لاعب محترفا في أي نادي. الأبرز الأندية اللي دربها ريدنج في إنجلترا، ومارتيمو في البرتغال، والتعاون السعودية، والأهلي السعودية، والزمالك مصر. أما بقى عن بطولاته فبطولاته مش كتير، حقق كأس الملك السعودي مع التعاون، والكونفدرالية والسوبر الأفريقي مع الزمالك. ولكن جوزيه جوميز محبوب لجماهير النادي الأهلي، خصوصا إن هم شافوه مع الزمالك وتعرفوا عليه من خلال بوابة الزمالك، وإنه عارف الكرة الأفريقية والكرة العربية. أما بقى بالنسبة لجوميز فهو مدرب ليه خبره في الدوريات العربيه والافريقيه، وكمان عارف الكره الافريقيه والمصريه بشكل كبير، وخصوصا ان احنا شفناه من خلال بوابه الزمالك. واهم حاجه فيه ان هو مدرب بيعرف يطور اللعيبه وبيعرف يتعامل بالقماشه اللي في ايده. رابعا واخيرا ماركو روزا، الاسم ماركو روزا، الجنسيه الماني، تاريخ الميلاد 11 سبتمبر 1976، العمر 48 سنه. بطولات وانجازات ماركو روزا خلال مسيرته التدريبيه: الدوري النمساوي مرتين 2017 و2019، وكاس النمسا، وده كان مع فريق سالزبورغ. اما مع بروسيا مشنغلباخ فلم يحقق اي بطوله، ولكن قاد الفريق للتاهل الى دوري ابطال اوروبا، ومع بروسيا دورتموند انهى المركز الثاني في الدوري الالماني. اما مع لابزيغ فخد كاس المانيا 2022-23 وكاس السوبر الالماني 2023. اجمالي بطولاته خلال مسيرته التدريبيه 4 بطولات. طريقه لعب واسلوب ماركو روزا: التكتيك المفضل ليه 4-4-2، واهم ملامح اسلوبه الضغط العالي اللي بيعتمد على استرجاع الكوره في اسرع وقت وفي منطقه الخصم، واللعب المباشر، وبيفضل التحولات السريعه جدا من الدفاع للهجوم، والمرونه التكتيكيه. المدرب ده قادر يعدل التشكيل والخطط وفقا لمجريات المباراه، ودي حاجه مهمه جدا. اما بقى اهم عيوبه عدم الاستقرار الدفاعي، وفي بعض الاوقات فريقه بيتعرض لهجمات خطيره جدا 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 ومرتده، وده بسبب التقدم الهجومي اللي بيعمله وتذبذب النتائج، وخصوصا في الموسم الاخير. ايجابياته: عنده خبرات دوليه وحقق بطولات، وعنده اسلوب هجومي يتناسب مع تطلعات جماهير النادي الاهلي. اما السلبيات فهي عدم المعرفه بالكره الافريقيه وتذبذب النتائج زي ما احنا ما قلنا. وهنا بقى هسيب لك سؤال مهم، انت بقى شايف مين فيهم الاصلح لاداره النادي الاهلي؟ شارك برايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه. نيجي بقى يا معلم على الاخبار الحصريه: احمد سيد زيزو وكوتيسا ومحمد عبد المنعم، وايه الحكايه؟ بص يا معلم، احمد سيد زيزو وكوتيسا واحد من الاثنين هيجي. الاهلي مش هيجيب الاثنين، لا اما هيجيب احمد سيد زيزو لا اما هيجيب كوتيسا، والخيار الافضل بالنسبه للنادي الاهلي احمد سيد زيزو، خصوصا ان هو لعيب لعب في الدوري المصري، عارف الكرة المصرية، عارف الكرة الأفريقية. مش هتجربه لعيب انت واخده فاهم كل حاجة، لعيب هتدفع له بالمصري، وده الأفضل. فلو احمد سيد زيزو خلص مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو قرب جدا جدا من الاهلي، لو خلص خلال اليومين الجايين دول فخلاص انسى كوتيسا. اما محمد عبد المنعم ده خيار مطروح بقوه، خصوصا ان الاهلي لسه ما جددش للعيبه بتاعته زي رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم الخيار الافضل لاي مدرب، خصوصا ان محمد عبد المنعم عايز يرجع ويستعيد مستواه. فيا عزيزي توقع ان النادي الاهلي الفتره الجايه هيكون فيه احمد سيد زيزو ومصطفى محمد، وغالبا محمد عبد المنعم. الاهلي بيعمل صفقات نار. سلام.